يبدو أن هناك كواليس. هو مش رئيس جهاز مخابرات مصر كان من أيام في ليبيا والتقى صدام حفتر؟ هناك كواليس أخطرها ضرب مشروع مصر والمغرب في مالي وتحرك الجزائر على غير العادة. تقدر تحطه بين قوسين فخ. القصة، الكواليس، علاقة مصر 50 شايك، ولو بتشوفني من المغرب حضر أتايك ويلا بينا. أنا محمد أبو عاصم، ودي 50 مصالح، 50 اقتصاد في سياسة. خليني أبدأ معاك من أخطر جزء ممكن تقراه، ويمكن متابعينه بقالنا أكتر من يوم على فيما يخص البث المباشر وعلى السوشيال ميديا وغيرها في أخبار. تنظيم القاعدة بيدخل عاصمة مالي ويحصل القصر الرئاسي والمحكمة الدستورية والبرلمان ويغتال مسؤولين ويقبض على آخرين. دولة إفريقية على وشك السقوط في إيد القاعدة لتصبح أول دولة إفريقية يحكمها التنظيم الإسلامي. الموضوع ما بدأش امبارح ولا حتى أول امبارح، ولكن احنا بنتكلم عن غرب إفريقيا، يعني خليج غينيا اللي يعتبر النسخة الإفريقية من الخليج العربي، بل وأغنى كمان. أهمية كبرى في عالم الطاقة والمال. وكمان الملف الثاني هو مكافحة الإرهاب. اتكلمنا في حلقات قبل كده، منها حلقة اغتيال سيف الإسلام القذافي، إن في مخطط لنقل إرهاب غرب إفريقيا إلى شمال إفريقيا ومصر على رأس القائمة، والقائمة دي بتضم المغرب. القاعدة وداعش الاثنين كل فريق منهم حصل على مبايعة من جماعات إرهابية محلية. داعش أسست ولاية غرب إفريقيا ولاية الساحل الإفريقي. رئيس استخبارات مصر كان من أيام في ليبيا حضرتك بيطلق التحذير الأخير: خدوا بالكم يا ليبيين الدور عليكم، والغرب الليبي هيلحق به مدد قوي جاي من وسط إفريقيا، لأن تشاد هي كمان محاصرة، وكان في محاولة من أيام لإسقاط الرئيس واغتياله. الإرهاب جاي لكم وجاي ينضم للغرب، وأنا كمصر جاهز بالمدد اللي ممكن أبعته لحضراتكم. الدنيا مقلوبة، غير بقى الجانب الآخر فيما يخص الجزائر اللي بتلعب لعبة خطرة. بنتكلم في مصر عمليات بضم تشاد ومالي والنيجر ونيجيريا والكاميرون وبوركينا فاسو والجزائر. جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة للقاعدة بتحاصر عاصمة مالي من حوالي سنة، ومسألة سقوط مالي في إيد القاعدة أصبح مسألة وقت خلاص، يعني الموضوع شبه بيخلص دلوقتي. تنظيم القاعدة الإفريقي هو التحدي الأهم لمصر والمغرب وشمال إفريقيا في الفترة اللي جاية، وهناك مخاوف من سقوط الجزائر مرة أخرى في الفخ ده. وهنا إحنا بنشوف صفقة مصر والمغرب اللي اتكلمنا عنها من كام يوم بتتحقق، وبدأت صفقتهم اللي كانت جزء أساسي من مفاوضات وتفاهمات الرئيس السيسي وملك المغرب الملك محمد السادس اللي زار مصر سرا مرتين. ربط المشرق العربي بالمغرب العربي مرة تانية بتنسيق سياسي واقتصادي وأمني واستخباراتي وعسكري على أعلى مستوى. النهارده بقى اهميته. زمان كانت رومانسيه القوميه العربيه بتمنع الافكار الواقعيه، النهارده احنا قدام عمل عربي مشترك بواقعيه، مش حدوته يلا نعمل دوله واحده وعاصمه واحده وخلاص وننسى. المساله مش لوجو يتعلق على العاصمه ولا الخرايط، ولكن اقتصاد وتعاون وامن اهم من فكره ان ابقى عندي دوله لها نفس الاسم من المحيط الخليجي. النهارده الكل مجبر على تعاون. عارف ليه؟ لان المصلحه بتقتضي كده. الكل هيسقط لو مفيش تعاون. لازم تحالفات ونقاط اتصال متقدمه وخطوط دفاع متقدمه. يعني المغرب خط دفاع متقدم. خد بالك المغرب بتعمل حركه ذكيه جدا، وهي بتضرب الحركه دي دلوقتي، انها هتدي منفذ بحري لكل الدول الحبيسه في غرب افريقيا، وده معناه انها هتنشئ طرق دوليه وسكك حديد، وبدات فعلا تربط الدول دي بالمغرب، ومنها شبكه الموانئ المغربيه اللي اضخمها ميناء طنجه احد اكبر موانئ افريقيا. يعني المغرب بتدي الدول غرب افريقيا الحبيسه والله وغير الحبيسه اللي ما عندهاش تجهيزات موانئ، منفذ على البحر. شوف بقى حجم المكاسب الاقتصاديه، حجم النفوذ السياسي والدبلوماسي، حجم القوه الناعمه اللي تخليك تنتشر في الدول دي كمصر عن طريق المغرب، حجم الثروات اللي هيطلب منك استغلالها، حجم الاستثمارات اللي هتضخها في الدول دي، وحجم العائد وحجم الفرص العامه سواء فيما يخص مصر او المغرب او حتى الجزائر لو شاركت في هذا التجمع. ده غير حجم الاستقرار اللي هتفرضه المغرب على المنطقه. ما هو منطقه غرب افريقيا حديقه المغرب الخلفيه، زي ما شرق افريقيا انت اقوى فيه كمصر وحديقتك الخلفيه، ده بشكل واضح جدا في مواجهه العبث ده. لكن الكارثه الكبرى ان كل ده اتضرب، كل المخططات دي اتضربت باللي حصل في مالي. الجزائر هي كمان في مهب الريح، الجزائر مهدده ان يتم حصارها واجتياحها من الارهاب اللي جاي من الجنوب لضرب نفوذ ايران وروسيا والصين في الجزائر. وليها كمان الجزائر لها تاريخ سيء جدا مع العشريه السوداء، وحكينا هنا كل القصه دي بشكل كامل. الجزائر في خطر برغم انها متورطه في النقطه دي فيما يخص دعم ارهاب مالي. ممكن الجزائر والمغرب اللي ما فيش بينهم اي تعاون او تنسيق، تحت الضغط ده يحصل التنسيق والتعاون. روسيا ارسلت مساعات بسيطه الفيدق الافريقي الى مالي، يبدو ان الامور في مالي هتشتعل.
لأن هناك كواليس وكواليس أخطر مما تتخيل. قصة مش قصة مالي وقصة غرب إفريقيا وقصة سيطرة أمريكا وبريطانيا على النقطة دي إطلاقا. القصة إن هي دي المنطقة اللي هتنطلق منها الجماعات الإرهابية في إفريقيا عشان تقدر تضرب دول شمال إفريقيا وتسحب حتى القاهرة بشكل واضح. وعند القاهرة بقى نتصرف وقتها، لأن هيكون في جماعات تانية جاية بقى من ناحية آسيا. روسيا كانت اقترحت في فتره من الفترات ان مشروع يعتبر هو الاكبر من نوعه يتعمل في افريقيا، خاص بالغاز الافريقي وتحديدا نيجيريا اللي عندها احتياطات ضخمه من الغاز. المشروع كان بينص على نقل الغاز النيجيري عبر انبوب يمر بجمهوريه النيجر لحد ما يوصل ليبيا، وهنا يلتقي مع معقل غازبروم ليبيا، وبعدها تقوم الشركه الروسيه بتصديره لاوروبا. وما هو الا كام شهر من بدايه المباحثات في الملف ده الا وحركه بوكو حرام في نيجيريا بدات تاخد دعم قوي خلاها واحده من اقوى حركات الارهاب في العالم. وكمان بعض حركات التمرد الثانيه في نيجيريا والنيجر اخذت نفس الدفعه او نفس الدعم القوي والمفاجئ. وبقى واضح ان في ايد خفيه مش عايزه الدول دي تستقر ولا تستفيد من مواردها الطبيعيه، بل وتستخدمها في اسقاط شمال افريقيا. مواردها الطبيعيه طبعا زي النفط والغاز، ولا تدخل في مشاريع جديده زي انبوب الغاز الافريقي اللي موسكو كانت ساعيه ليه في وقت من الاوقات. وبعد كده اندلعت حرب 2011 في ليبيا وامتدت نيرانها لغرب افريقيا وغطت سحابه من الجماعات الاسلاميه معاقل الغاز في غرب افريقيا لحد النهارده. مع بدايه تعافي الشرق الاوسط من مؤامرات الربيع العربي او الخريف العربي زي ما سميها، وبدء مصر في تاسيس دوائر سياسيه جديده بعد انهيار التكتلات القديمه والتقسيمات الاقليميه القديمه، المغرب عنده برضه نفس مشروع اقليمي للغاز في غرب المتوسط وبحاجه الى الخبرات المصريه. المغرب شايف ان انسحاب فرنسا من غرب افريقيا فرصه مهمه لاعاده ترتيب المشهد في ملف الطاقه، الى جانب رغبه امريكا وبريطانيا في عدم سيطره روسيا على المنطقه دي. وامريكا مرحبه جدا بالمشروع ده، مشروع المغرب، خصوصا ان المغرب كانت من اوائل الدول اللي اعترفت بقيام الولايات المتحده الامريكيه لما اعترف سلطان مراكش محمد الثالث بالجمهوريه الامريكيه سنه 1777. وكمان المعاهده المغربيه الامريكيه اللي اتوقعت 1787 بتعتبر اقدم معاهده امريكيه. غير كده طنجة بتحتضن اقدم مقر دبلوماسي امريكي في العالم. كمان امريكا دعمت جهود السلطان محمد الخامس للعوده للحكم، وحكينا ده هنا في حلقه كامله. قياده المقاومه المغربيه ضد الاحتلال الفرنسي في الاربعينيات والخمسينات من القرن العشرين دعمتها برضو الجانب الاخر في امريكا. في السياق ده بدات مباحثات بين المغرب وكل دول غرب افريقيا. بنتكلم عن دول خليج غينيا اللي في عالم الطاقه لا يقل اهميه عن الخليج العربي، بنتكلم عن نيجيريا، عن بنين، توجو، غانا، كوت ديفوار، ليبيريا، سيراليون، غينيا بيساو، جامبيا والسنغال وموريتانيا، بهدف صناعه تحالف في ملف الغاز يضم تجمع الساحل والصحراء، وتحديدا قوس سواحل افريقيا المطله على المحيط الاطلسي، على ان انبوب الغاز يبدا من نيجيريا يتجه لغرب افريقيا وبعدين شمالا لحد المغرب، ومن المغرب لاسبانيا عبر البحر المتوسط او مضيق جبل طارق زي ما تسميها سميها. مصر مش هتقدم خبرات عادية في المجال ده بالتحديد، ولكن كمان مصر هي الحاكم الفعلي لمنظمة ومنتدى غاز المتوسط اللي بيقع مقرها في مصر، وبالتالي مصر هتفتح العضوية للمغرب أول ما يتم توقيع عقود الخط المغربي للغاز اللي هيبقى بوابة غاز إفريقيا لأوروبا. خد بالك إن أمريكا وأوروبا قرروا يستغنوا نهائيا عن الغاز الروسي، ويبدأ البديل هو غاز المتوسط وغاز الخليج العربي وغاز غرب إفريقيا. ومصر وقعت أكبر صفقة غاز مع الاتحاد الأوروبي في الملف ده. خد بالك مصر سيطرت على شرق المتوسط ده داير وحكمتها وبتعمل خط غاز ليها وهتتوصلوا باوروبا. الدور على المغرب. المنطقه دي كانت بتحتلها فرنسا، ولما خرجت منها بمجهودات مصريه في الستينات عرفت باريس دايما تنصب حكومات ورؤساء اصدقاء ليها. احنا بنتكلم عن منطقه فضلت سنين اسمها افريقيا الغربيه الفرنسيه، مالي كان اسمها السودان الفرنسي. انا بس بفهمك القصه رايحه فين نفهمها مع بعض ونعرف الكواليس ايه. انت ليك مشروع هناك في مالي اتضرب، والمغرب ليها مشروع اتضرب، والجزائر اصبحت مهدده، يعني الهم جاي لنا في شمال افريقيا. لكن لما حصل الاضطرابات اللي بنقول عليها الربيع العربي 2011، اداره باراك اوباما دعمت فكره تسليم العالم العربي للجماعات الاسلاميه، ودعمت صعود الاخوان في مصر وتونس والقاعده في ليبيا وسوريا والجماعات الشيعيه في البحرين. ولكن في افريقيا كانت اللعبه اعمق، شركات نفط صينيه وروسيه وحكومات مواليه لفرنسا، وكان المطلوب هو توطين الجماعات الاسلام السياسي في المناطق دي وتصفيه النفوذ الفرنسي والروسي والصيني دفعه واحده. فرنسا بتحافظ على امبراطوريتها. الولايات المتحده ما كانتش لوحدها في اللعبه دي. ديفيد كاميرون رئيس الحكومه البريطانيه كان حاضر اللعبه تحت مظله اسمها التحالف او الثنائي الانجلو ساكسوني. يمكن تستغرب انه كان مهم لامريكا وبريطانيا انهم يتخلصوا من نفوذ فرنسا اكثر ما يتخلصوا من نفوذ روسيا والصين بالتحديد. فرنسا مش سهله، خد بالك. سقوط الجمهوريه الليبيه كان مفتاح الفراغ اللي احتضن الجماعات الاسلاميه في شمال افريقيا ومنها الغرب افريقيا.
على اوائل 2012 كان الارهاب بيضرب مالي وتشاد بالتحديد، اصل دول اللي رابطين كل حاجه في النص. وكانت الجماعات الارهابيه في دلتا النيجر شغاله، واهمهم بوكو حرام بتنزل باصدار جديد اقوى من اللي قبله، وبتطلع من دايره نيجيريا والنيجر وتتوسع هي كمان في غرب افريقيا. في مالي اللعبه كانت اخطر. جماعة نصرة الإسلام والمسلمين اللي بايعت تنظيم القاعدة تحالفت مع بدو شمال مالي، ودول من الطوارق أو الأمازيغ، عاملين لنفسهم تنظيم مسلح اسمه جبهة تحرير أزواج، وعايزين دولة مستقلة للطوارق الأمازيغ في شمال مالي. ده تقسيم المتقسم. الحرب ما كانتش في مالي بس، ولكن مع بوكو حرام وعدد من الجماعات الإسلامية المسلحة الموضوع ولع في غرب إفريقيا بالكامل. نبص على الخريطة: مالي، النيجر، نيجيريا، بوركينا فاسو، تشاد، الكاميرون، بنين، توجو، كوت ديفوار، وحتى الجابون وغينيا الاستوائية والكونغو الديمقراطية. دول تنظيم القاعدة في بلاد المغرب اللي بيضرب في المغرب وموريتانيا كان حاضر. داعش أسست ولاية غرب إفريقيا، ولاية الساحل الإفريقي. فرنسا ما سكتتش، قررت البدء في عملية عسكرية سنة 2014. الجيش الفرنسي رجع تاني لغرب إفريقيا يدافع عن بقايا الإمبراطورية الفرنسية، وبدعم أمريكي وبريطاني واضح فرنسا ما عرفتش تخلص من الجماعات الإسلامية في 2021. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنهاء العملية العسكرية الفرنسية الفاشلة في إفريقيا بعد 7 سنين، وفي 2023 فرنسا انسحبت من غرب إفريقيا نهائيا عشان تنتهي الإمبراطورية الفرنسية وحكمها لهذه المنطقة. كان المفروض وقتها أن أمريكا تملى الفراغ ده أو حتى بريطانيا، لكن المفاجئ أن الأنظمة الإفريقية تواصلت مع موسكو وقبلت العرض الروسي بقيام ميليشيات فاغنر بين قوسين الفيلق الإفريقي اللي وصل من ساعات مالي بملء الفراغ العسكري الفرنسي وبداية دعم روسيا للأنظمة الإفريقية قدام الجماعات الإرهابية الإسلامية. فعلا عرفت فاغنر تدعم الأنظمة الإفريقية ويحصل انحصار لدولة بوكو حرام. مش كده وبس، ولكن الجيوش الإفريقية تحركت وأسقطت الأنظمة الموالية لفرنسا في مالي، النيجر، بوركينا فاسو. الدول الثلاثة قرروا يعملوا اتحاد بينهم، اتحاد كونفدرالي، في أول تجربة وحدة إفريقية في القرن ال21. طردوا الاستثمارات الغربية في مجال الطاقة، المعادن، سلموا العقود دي لروسيا وللصين. ده عمل أزمة عند أمريكا وبريطانيا، كأنهم كانوا شغالين عند روسيا وريحوا موسكو من الوجود الفرنسي. هنا قررت واشنطن ولندن إنهم يكملوا اللعبة، وزي ما دعموا جماعات الإسلام السياسي حضرتك ضد فرنسا والأنظمة الأفريقية الموالية لفرنسا في الجزء الثاني من المسرحية، هيبقى ضد روسيا برضه والأنظمة الإفريقية الموالية روسيا. ومع زيادة الأعداد والانتصارات المتوالية وسقوط دول المنطقة